بص يا ابني يا حبيبي، انا بشجع نادي رئيس ناديه اسمه محمود الخطيب، محبوب الخطيب. محبوب الخطيب يستاهل منك دلوقتي تعمل لينا 1000 لايك، ده اقل شيء هقبله منك. شوف معايا، يعني لعيبه النادي الاهلي والكابتن محمد شناوي بيشد الكابتن الخطيب عشان هو اللي يرفع الكاس، مش الكابتن الخطيب هو اللي راح خد منه الكاس وعايز يرفعه. لا، راح دبسه في الليله، والكابتن الخطيب هنا لقى نفسه خلاص بقى في وسط اللعيبه، شغاله له دب في الارض، واللعيبه خلاص هيرفع الكاس، هيرفع الكاس، ورفع الكابتن الخطيب الكاس. وهنا كانت اللحظه المحببه لجمهور النادي الاهلي، ان الكابتن بيبو محبوب الخطيب هو اللي يرفع الكاس. كاس نص الدنيا، كاس نص العالم، النادي الاهلي بياخد كاس نص العالم. اهلا وسهلا بيكم، انا اشرف المصري الاهلاوي معاكم النهارده، والنهارده هنحط معاكم 10 اهداف محققه غير 3 اهداف للنادي الاهلي. النهارده الاهلي كان يخلص اللقاء 13-0 على العين، الاهلي كان رؤوف ورحيم بنادي العين، علشان كده اللقاء خلص 3-0. بس معانا كل حالات اللقاء، كل حاجه موجوده في اللقاء ان شاء الله باذن الله هنحطها معاكم تحليلا وكل شيء عنها. جهز نفسك، هات لك مج كده نسكافيه، هات لك كوبايه شاي، اللي انت عايز تشربه اشربه، واقعد معايا بقى. سواء سمعت الفيديو ده ساعه لما نزل بالليل، سمعته تاني يوم، في اي وقت شفت الفيديو، ركز وشوف معايا النادي الاهلي علشان تعرف ليه الاهلي النهارده، وليه الاهلي بالشكل اللي عمله قدام العين قدر يكسب 3-0 وكان في ايده يكسب 13. هنا اول اللقاء، في اول الماتش، وسام ابو علي بعد اللقاء قال لك كولر قال لنا نضغط، واللعيبه بتنزل تشوف وسام بيضغط ولا ما بيضغطش، وبناء عليه اللعيبه كلها بتبدا تهجم مع وسام. هنا امام في الدقيقه 4، هنا امام في وسط 2، امام كان مفترض ان هو يعمل اكتر من حل، طلع له اكتر من لاعب، طلع له اكتر من حد، هتشوفها لما الكاميرا تبدا تفتح معانا. لكن امام حب يعمل الحل الفردي، ان هو يروح ويكمل. بص هنا بقى الزاويه دي مهمه جدا جدا لينا. بص اللاعب اللي موجود على 18، بص هنا كام واحد موجود جوه ال 18 مع امام، 3 لعيبه جوه ال 18 على ال6 يارده، واحد على القايم القريب، واحد واثنين على القايم البعيد. وبص هنا اللاعب اللي موجود خارج ال 18 في اكتر من فرصه لامام ان هو يعمل الكوره، ولكن امام عمل العرضيه الاولى، خبطت الكوره رجعت لامام. هنا بقى يعني بص بقى، هنا امام هيبعت الكل، خلى اللعيبه كلها راحت كده، وراح لاعب هو الكوره الناحيه الثانيه وخد الكوره وراح بيها. هنا اهو بعت اللعيبه كلها. الزاويه دي مبينه قوي وفاتح قوي لامام اكتر من لاعب. خلينا كمان نمشي كمان خطوه بس. هنا اهو لاعب وسام ابو علي طلع على ال6 يارده بره، وعندك لاعب بره المنطقه خالص، اعتقد دوت مروان او كوكا ايا كان، لاعب موجود بره المنطقه خالص، وعندك وسام قدامك على ال6 يارده. لازم يا امام هنا ترفع وشك، لكن للاسف امام مش رفع وشه، لعب الكوره جوه ال6 بشكل سيء جدا جدا. هو مش لعبها في المرمى، لانه لو لعبها هيلعبها اعلى من كده فوق، ولكن كان عايز يحطها لحسين الشحات او طاهر اللي كان مكمل جوه المنطقه. لكن كان عنده احسن حلول كانت موجوده، سواء بره ال 18 اللاعب اللي واقف على الخط، او وسام اللي كان جاي على ال6 يارده كان ممكن يلعبها. هنا الكره بتاعت حسين الشحات اللي كولر يعني كان هيلطم فيها، كولر في الكره دي يعني كان هيشقلط نفسه، لان الكره دي اتكررت في ماتش الزمالك واتكررت النهارده مره ثانيه. نفس الكره حسين الشحات بيعمل 1 2 مع اقرب لاعب ليه اللي هو هنا وسام ابو علي، لكن بص كام واحد موجود جوه المنطقه، 2 وحسين الشحان ثالث، وعندك كمان لاعب جاي من بره امام. هنا حسين هيعمل 1 2 مع وسام ابو علي، هنا حسين خد التو. هنا هنا يعني الجون كله مفتوح. حسين لما ينفع تلعبها في الدقيقه العبها في الدقيقه، لما ينفع تلعبها في المفتوح العبها في المفتوح. الكابتن سيد عبد الحفيظ الماتش اللي فات بعد الماتش قال لحسين العب الكره في الدقيقه، فحسين خلاص يعني احنا قلنا له كمان قبل الماتش النهارده العبها في الدقيقه، فخلاص هو حسين يعني عينيه قفلت ووشه قفل ان هو يلعب الكره في الدقيقه. عندك فرص كتير جدا جدا ممكن تعمل الكره دي. هنا يعني هو تالق فيها الحارس خالد، ولكن كان في ايد حسين يعمل اكتر من فرصه. شوف هنا مره ثانيه، ادي التو العالمي من وسام ابو علي، العالمي الرايق الجميل، وادي حسين هنا لعبها على طول برجله الشمال، حب يحطها من تحت ايد الحارس، ولكن الحارس راح لها بشكل جيد، وكان عند حسين فرصه في الزاويه البعيده يلعب الكره بشكل اجمل بكتير. ولكن برضه لا تغفل دور الحارس خالد، هنا قدر ان هو يشيل الكره بشكل جيد. تعال بقى نروح للكره ديت، الكره بتاعت رامي ربيعه. الكره دي يعني ضربه ركنيه، حسين الشحات مرمغ نفسه فيها وخد الكره وحط الكره تحت رجله واتاخدت منه برضه عشان بيلعب لعب فردي، ثم ترجع الكره تروح ليحيى عطيه الله، ثم تتلعب الكره عرضيه، ثم هنا يشيلها الدفاع وتنزل الكره لرامي ربيعه. رامي ده مدافع، رامي اللي بيقدم احسن مواسمه مع النادي الاهلي، حرفيا افضل موسم ليه مع رامي ربيعه. رامي هنا ياخد الكوره، يعني تقدر تقول كده ايه باسترزات الكينجا بتاعته، لعب الكوره يشيلها حارس المرمى ممتاز فوق الممتاز، لكن ترجع وتخبط في العارضه، ومش عارف ايه حظ العارضه معانا خاصه في الجون ده او في الاتجاه ده، وتنزل الكوره عند وسام هنا كان مفترض يعمل الكوره اعلى من كده للراجل اللي واقف على ال6 يارده ده، لكن وسام حب يلعبها في المرمى، شالها خالد وطلعت الكوره ضربه ركنيه. بص هنا مره ثانيه، بص هنا على متعه الكوره في الزاويه دي. هنا رامي ربيعه هيلمس الكوره، بص لمسه رامي لمسه عالميه حرفيا من رامي ربيعه، تروح الكره يشيلها حارس المرمى في العارضه، تنزل لوسام،
وسام هنا زي ما انا بقول كان لازم يلعب الكوره الناحيه الثانيه للاعب اللي واقف فاضي قدامك هناك اهو جوه ال6 يارده، كان لازم الكوره تتلعب له بشكل اعلى من كده وتروح الكوره، لكن وسام هنا لعب الكوره على حارس هنا برضو يعني شوف بقى الكوره هنا برضو يعني شكلها امتع بكتير وهي نازله، بص نازله كده تتهادى في العارضه وتنزل الكوره عند وسام، ده اللي احنا بنحكي فيه. هو وسام ما عرفش يركب الكوره بالبلدي كده، ولكن خالد هنا قدر يطلع الكره. ضربه ركنيه لطاهر محمد طاهر. يحيى عطيه الله يا جماعه رجله ميزان، رجله ميزان. يعني يحيى مع الماتشات الفتره اللي جايه لا هنشوف متعه، هتشوف حاجات متعه بتطلع من يحيى عطيه الله. هنا يحيى عطيه الله رجله ميزان حرفيا، يعمل الكوره ضربه ركنيه، هنا طاهر يلمس الكوره، ولكن يعني طاهر كان محتاج يكون اشرس عليها. الدفاع حاول ان هو يدخل معاه، ولكن طلعت الكوره برده كانت هجمه محققه للنادي الاهلي. بص برده معايا على الكوره هنا والهجمه اللي جايه ديت، عشان الكوره دي خطره جدا لفريق فريق العين. هنا العين كان بيلعب على اكرم توفيق فقط لا غير، واحنا قلنا قبل اللقاء قلنا سفيان رحيمي وكل اللعيبه اللي موجودين في العين بيرجعوا ناحيه الباك اليمين اللي هو اكرم توفيق اللي هيكون عليه دور كبير، وبيحاول سفيان رحيمي اللي هو مفترض ان هو بيلعب مهاجم لكنه ما بيلعبش مهاجم، وقلنا الكلام ده قبل اللقاء على الفيس، بينزل ان هو يلعب كتسعة ونص وبيبدا ان هو يمين ناحيه الباك اليمين بتاع النادي الاهلي، وده اللي بيحاول يعمله سفيان رحيمي. عشان كده هتلاقي سفيان هنا اهو مع مين، سحب معاه ياسر ابراهيم، فضى مساحه قد ايه، فضى فدان وراه. الفدان اللي متفضي وراه ده كان مفترض اكرم توفيق هو اللي يرجع، وكان مفترض ياسر ابراهيم هو اللي يكون موجود في الفدان الفاضي ده، او يرجع كوكا او يرجع مروان عطيه، لكن مروان كان قافل نص الملعب على اللعيبه اللي هناك في مساحه كبيره فاضيه طبعا مكان خروج ياسر. هنا بقى اتعملت الكره بكعب رجل سفيان رحيمي، ودى ايريك لوحده جوه المساحه دي، حاول كوكا ان هو يلحق ما لحقش. يعني من جمال اللقطه او تقدر تقول من حمد ربنا علينا ان ايريك هنا فكر يعمل الكره العرضيه الارضيه، وفي كره لحسين الشحات في الشوط الثاني زيها ما سددش في المرمى لان الشناوي مال بجذعه ناحيه اليمين، لو حطها على يمين الشناوي مش على شماله. بص هنا يعني الشناوي مايل ناحيه ايده الشمال مايل بجذعه، لو اللاعب ايريك ده شاط في المرمى هدف محقق 100%، لكن من رحمه ربنا علينا اللي الراجل عمل عرضيه يعني سيئه جدا جدا الناحيه الثانيه. بص هنا بقى هنا زاويه هتبان، هنا ادي سفيان رحيمي رايح ناحيه التماس تماما، واخد معاه مين، واخد معاه ياسر ابراهيم، وفتح مساحه للباك الشمال هو اللي يدخل ويكمل لحد جوه منطقه ال 18 ويدخل جوه السته. حاول هنا لعيب النادي الاهلي يحيى عطيه الله او ايا كان اللي كان رايح فيها حاول يلحقها ما لحقش، لكن هنا معاه مره ثانيه احمد كوكا حاول، لكن نحمد ربنا ان الكره دي راحت بالشكل ده. هنا ضغط وسام اللي انا بتكلم عليه، وسام بيقول للعيبه انا لما بضغط او اللعيبه لما بتشوف وسام بيضغط اللعيبه كلها بتبدا انها تتنحر ناحيه الكوره وتروح. ادي وسام ضغط على الحارس، والكلام ده كان في الشوط الاولاني قبل الهدف بدقائق بسيطه جدا جدا في الدقيقه 28 ضغط وسام اجبر الحارس هنا ان هو يلعب الكوره في الاوت، وده اللي احنا بنقول عليه دي شخصيه النادي الاهلي. 3 لعيبه موجودين على ال 18 وسام مكمل، الباك اليمين الناحيه دي، الباك الشمال طالع الناحيه الثانيه، يعني انت بتعمل بحوالي 6 7 لعيبه بتهجم، والكره اساسا في رجل فريق العين. خلينا بقى نروح للهدف. الهدف يعني احنا جبنا الهدف من بدايته خالص، اعتقد دي تقريبا كره الهدف على ما اعتقد يعني كده، واتذكر دي فعلا كره الهدف. تعال بقى نشوف كره الهدف. امام عاشور في خطا كبير جدا جدا حصل من امام في الكره دي، ولكن برضه من رحمه ربنا علينا ان الكره راحت بالشكل ده وقدرنا ان احنا نسجل. هنا الكره مع امام، الاهلي كان ليه فاول وخد الفاول امام وخد الكره من نص الملعب. ركز معايا بقى في اللحظه اللي جايه دي والحته اللي جايه دي، انا اسف يعني اخويا الكريم، يعني احنا في بيت بعض يعني. بص هنا يحيى عطيه الله، ركز معايا بقى عند يحيى عطيه الله اللي مشي وسرق نفسه من ورا الباك الشمال قدامك اهو وفتح لنفسه مساحه. المفروض هنا امام يعمل ثرو بقى، يطلع الثرو العالمي ده يكون موجود من اللحظه او من رجل امام، يبدا ان هو يلعب الكوره زي ما انت شايف كده. المفروض تتلعب ليحيى عطيه الله اللي واقف لوحده تماما، مفيش تسلل مفيش اي حاجه، كان لازم امام يلعبها، لكن امام للاسف طمع. بص هنا برضه في ناحيه عطيه الله كان المفروض تطلعه من بدري خالص، لكن امام طمع في الكوره وحب يروح، واللي احنا قلنا عليه قبل اللقاء انا عايز اسجل وهدف وامرر واعمل، وده ما ينفعش، وده اللي بدا يتداركه امام مع النادي الاهلي نهايه الشوط الاولاني والشوط الثاني. ادي امام تخبط الكوره هنا الحمد لله، وتروح الكوره عند يحيى نادر بقى هنا تلخبط، وتروح الكوره عند وسام اللي واقف صقر واقف يلقط اي كوره موجوده، وقدر ان هو يسجل هدف بدماغه وبذكائه زي ما هو قال الراجل. يعني قرا الكوره. بص هنا يعني يحيى نادر مش واخد باله خالص، طبعا يحيى نادر اللاعب المصري وهو اهلاوي وابوه اهلاوي، وفي ناس ممكن تطلع تقول لك ده قصده، يعني بص رد فعل اصلا يحيى نادر واقع على الارض ازاي من الكوره، ما كانش مصدق. هنا كمان هيبان على وشه مش مصدق ان وسام ممكن يطلع له من تحت الارض واحد عفريت زي وسام ياخد الكوره. بص هنا ردة فعله، يعني طلع له عفريت من تحت الارض خد منه الكوره، والنادي الاهلي
يسجل هدف اول في الدقيقه 32. هنا نروح الكوره الوحيده اللي موجوده لفرقه فرقه العين في الشوط الاولاني في الدقيقه 35 40 ثانيه، كوره ضربه ركنيه، يعني بحمد ربنا الكوره ضربه ركنيه عدت ونزلت الناحيه الثانيه. هنا بقى لازم نركز في وقفه النادي الاهلي، 1 2 3 4 5 6 7 7 لعيبه من النادي الاهلي على حدود السته، وثلاثه موجودين على خط ال 18. يعني السبعه اللي موجودين جوه السته دول واقفين غلط وتمركزاتهم غلط، لان في ثلاثه لعيبه من العين واقفين لوحدهم تماما. كان لازم الاهلي يكون اشرس من كده عليهم، لكن تعدي الكوره وتروح الكوره الناحيه الثانيه ولسه تمركزنا غلط. احنا هنا كلنا باصين ناحيه الكوره، محدش باصص للراجل المان تو مان اللي هو المفروض يكون ماسكه في العرضيه او الضربه الركنيه، وتلعب هنا الكوره للراجل بقى يونج الكوري. يعني الحمد لله ان هو طلع كوري ولعب الكوره بره، طلعت الكوره يعني جوه الستة يارده، الراجل لوحده تماما. بص هنا الكوره باينه قوي، بص بقى هنا الراجل لو راكب الكوره وحط الكوره تحت يعني هدف محقق، وفي زاويه ثالثه كمان هتبان. بص هنا لوحده تماما، وسام وراه، قدامه ياسر ابراهيم واكرم توفيق، لكن الحمد لله ان الراجل ما ركبش الكوره وطلعت الكوره. ودي كانت الهجمه الوحيده الخطره لفرقه العين في الشوط الاولاني. نروح للشوط الثاني، وفي اول دقيقتين في الشوط الثاني في الدقيقه 47 هجمه وكوره خطره جدا جدا برضو للنادي الاهلي، امام لوحده. تعال نشوف هنا كده الكوره بتاعه النادي الاهلي. بص بقى، بص هنا على المتعه، مين اللي لعب الكوره دي؟ محمد شناوي. محمد شناوي لعب الكره لامام قبل نص الملعب. محمد شناوي زي ما انت شايف قدامك لعب الكره لامام، والكره اصلا كانت قبلها مع النادي الاهلي، حصل تدوير في الكوره، محمد الشناوي لياسر لاكرم لنص الملعب مروان لمحمد الشناوي مره ثانيه، وترجع الكوره ليه. وهنا لعيبه العين ضاغطه لحد قدام، مين يفتح لمحمد الشناوي؟ فتح له امام عاشور في نص الملعب عشان يستلم منه كوره 10 على 10 ثرو من محمد شناوي. المفروض الثرو ده يكون للمرمى، لكن بص هنا محمد شناوي عمل ايه مع امام؟ اداله فدان حرفيا يسرح فيه. لكن الذكاء هنا برضو من حسين الشحات، دخول حسين الشحات في القلب خلى الباك اليمين بندر يدخل معاه. بص هنا، بص هنا، بص حسين، شفت حسين عمل ايه؟ حسين سحب معاه بندر الناحيه دي، خلاص راح بندر كده ما عادش موجود في اللعبه، وفتح مساحه الناحيه الثانيه ليحيى عطيه الله ان هو يروح لوحده تماما، في حين ان في لاعب فاتح هناك خالص وهو طاهر محمد طاهر. كان ممكن امام يلعب له من بدري، ولكن ذكاء حسين، ذكاء امام، وذكاء يحيى عطيه الله، راح في المساحه يحيى عطيه الله لوحده تماما، رايح 10 على 10، الدنيا كلها فاضيه قدامه. خلاص حسين سحب بندر وراح يحيى عطيه الله. هنا كانت المفروض الكره دي عرضيه بهدف 100%، ولكن وسام كان تمركزه يعني على نقطه ال 18 او نقطه ضربه الجزاء. اتلعبت الكره، كانت المفروض تروح عند طاهر محمد طاهر الناحيه الثانيه او لوسام على ايام قريب، لكن تنزل هنا بقى الكره لامام. امام يعني هو عايز يسجل، عايز يسجل النحراره جوه الملعب، وبيحاول وبيقاوح في كل كوره وعايز يروح وعايز يسجل. يعني الصربعه اللي كانت موجوده دي كانت بزياده. ان شاء الله باذن الله هتيجي وهتسجل وهتروح وهتجيب مره واثنين، ومش الماتش ده، الماتش الجاي واللي بعده. وده احنا يعني مطالب بيه لعيبه النادي الاهلي ان هم يعملوا كده، ولكن الجون فاضي قدامك يا امام، كان لازم تهدى على الكوره وتشوف. يعني بص هنا في الزاويه دي امام لوحده خالص، مش معاه حد، مش محتاجه بوش رجلك الخارجي، لا دي محتاجه بوش رجلك الداخلي. اكتم رجلك في الكوره وحطها زي هدف تريزيجيه اللي جابه مع منتخب مصر في الماتش الاخير. هنا يعني طلعت الكوره من امام وحشه جدا جدا. لكن بص بقى هنا الهدف الثاني للنادي الاهلي ومتعه النادي الاهلي، وهجمه مرتده النادي الاهلي بيقطع الكوره، وبيروح النادي الاهلي من ناحيه طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي واللعيبه اللي موجوده. ادي وسام هياخد الكوره ويرجع تاني وسام مره تانيه، ترجع الكوره هنا في الخلف عند كوكا. بص جمال كوكا، شوف هنا كوكا هيعمل ايه. اعتقد هنشوف ده الهدف ولا لا. دي كوره برده كانت موجوده لحسين الشحات. خلينا يعني نشوف الكوره دي للاخر. بص هنا جمال كوكا، بص كوكا عمل ايه، طالع له الناحيه الثانيه. كوكا طول الماتش بينقل اللعب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين بكل سهوله. يعني بعض الاحيان بنتقد كوكا في اللي هو عمله ده، لانه ساعات بيضيع اللعب من النادي الاهلي وساعات بتتقطع الكوره. ولكن كوكا اعتقد النهارده كل اللعب اللي عملها بينيه من جوه الملعب، تغيير لعب من اليمين للشمال، كانت كلها ممتازه. عمل الكوره ليحيى عطيه الله، يحيى لوحده تماما 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 تماما. وبص هنا بقى السرقه، هنا حسين شحات حرامي في ايه؟ بص سرق هنا المدافع وراح بيه، سرقه خلاص، سرق المدافع. هنا الكوره دي حسين ممكن يعني يدخل في القلب شويه ويعمل الارتو اللي هو عايز يعمله حلو، وممكن يلعب الكره لوسام اللي واقف لوحده تماما اهو، ممكن يلعب الكره من نص اللعيبه. لكن للاسف حسين اختار اسوأ حل ممكن يتعمل، ولعب الكره بشكل سيء جدا. ركز معايا بقى، ركز معايا. دقيقه 55 هدف الثاني بتاع امام عاشور. شوف الكره فين، الكره مع فرقه العين، عامل هجمه النادي الاهلي على خط ال 18، تتقطع الكره. بص جمال وحلاوه اكرم توفيق وهو بيحط الكوره في نص الملعب عند لاعبي النادي الاهلي، وبياخد هنا الكوره. ادي عمك الحاج حسين الشحات يلعب الكوره عند اللاعب وسام ابو علي. وسام هنا لف عمل التيرن اوف بتاعه ولف الكوره، وهيحط الكوره عند مين؟ عند باك اليمين بالنسبه له او الجناح اليمين بالنسبه له طاهر محمد طاهر. 4 لعيبه من النادي الاهلي على 4 لعيبه من فرقه العين، ورايح وسام هيحط الكوره على يمينه.
هنا بقى يعني كلنا مصر كلها كانت بتقول في الكوره دي يا عم طاهر عندك امام واقف لوحده الناحيه الثانيه، يا طاهر امام اهو، امام اهو، ادي لامام الكوره، العب لامام الكوره. طاهر يعني الواحد لازم يحيي طاهر، محمد طاهر، ويقول له يا ابني انت تعبت الفتره الاخيره وربنا بيكافئك وربنا بيديك. عمل عرضيه جميله جدا جدا، وامام بقى خلاص، خلاص ضيع كوره وضيع الثانيه وعايز يسجل ومصر ان هو يسجل. خد عمل سبرنت من قبل نص الملعب وعدى وراح بقى هو المهاجم الثاني مع وسام ابو علي وخلاص. هنا بقى النصيب والحظ ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بواحده جوه اللقاء، يديك شكل افضل بكتير من اللي انت كنت هتسجلها، لعب افضل بكتير واحسن بكتير من اللي انت كنت هتسجلها. ادي طاهر، ندي طاهر كل الكريدت بتاعه ونقول له الف مليون شكر على طاهر على اللي انت عملته. وادي تسديده امام، هدف عالمي للنادي الاهلي. بص على الكره من الاول كانت موجوده فين، وارجع تاني شوف الحته دي، الكره كانت موجوده فين؟ الكره كانت موجوده على 18 النادي الاهلي، قاطعه لحسين، لوسام، لطاهر، لامام، 4 لمسات. ودايما كره القدم بتقول لك ما تخليش الهجمه المرتده تعدي عن 3 ل5 ثواني، وده اللي عمله النادي الاهلي في الهجمه المرتده، وسجل امام بشكل على الطاير 10 على 10. ربنا يا ابني يحفظك وربنا يكرمك. تعال نشوف الكره اللي بعدها في الدقيقه 66. امام كان مصر ان هو بقى يلعب خلاص، بقى امام بدا يلعب باريحيه تامه بعد ما تحس ان رجليه كان فيها كلبشات وماسكه وقفش عليه بشكل كبير جدا جدا. هنا هتنزل الكره لامام برجله الشمال، ده بقى امام بقى اللي هو بيشوط بشماله وبيشوط بيمينه من اي مكان وتروح في المرمى. وهنا خالد برده تالق في الكره وطلع الكره ضربه ركنيه، ولكن هنا بنقول امام خلاص خد الفرصه وخد الجرأه ان هو يسجل وان هو يشوط ويعمل اللي هو عايز يعمله. ادي الكره امام بيعزم وبيلعب الكره في الزاويه البعيده، كانت هتروح في المرمى ولكن خالد قدر ان هو يشيل الكره بشكل ممتاز. ادي امام مره ثانيه، شفت هنا بقى التعزيمه، خلاص الراجل بدا ياخد نفسه امام عاشور وبدا ان هو يلعب ويحط الكره بشكل فوق الممتاز وقدر يعمل ضربه ركنيه كانت موجوده للنادي الاهلي في الدقيقه 67 على ما اعتقد. هنشوف الكوره كده، دي ضربه ركنيه بتاعت حسين الشحات، ولعب الكوره هنا لوسام ابو علي على الست يارده. وسام عملها بكعب رجله حلو قوي، جميله جدا جدا جدا. هنا طبعا الكوره هتطلع ضربه ركنيه مره ثانيه هنا بتاعت وسام. هنا وسام هياخد الكوره ضربه ركنيه هنشوفها دلوقتي مع بعض، وبعدين امام هيروح يلعبها. ادي حسين الشحات هيروح يلعبها، حسين حط الكوره حلو قوي، وسام جاي من على القايم القريب هياخد الكرة على الست ياردة. طبعا الكرة دي ما اتعدتش ولا مرة ولعبها حلو قوي، كان نفسي تتسجل هدف، كان نفسي، وكنت شاكك ان الكرة ممكن تكون دخلت، ولكن الكرة ما دخلتش لان الحارس خد الكرة ومسكها قبل الخط بشكل فوق الممتاز. هنا بقى ركز كده معانا الكرة الجميلة دي، كرة حلوة قوي 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 ما بين حسين وما بين يحيى عطية الله، ولكن حسين اناني. حسين النهارده يعني بقاله فترة مش في اللقاء او مش مدخل نفسه بشكل كبير ومصعب على نفسه الامور. هنا حسين يعني خد الكوره ولعبها ليحيى عطيه الله، خبطت الكوره وراحت لحسين، عمل خد 2 3 في نص الملعب تشميسه وعدى من الكوره بقى قدامه فدان. ادي حسين قدامه فدان اهو، وفي 2 لعيبه في الاخر هناك خالص، وفي هنا وسام جنبه. راح حسين راح حسين راح حسين، لسه الكوره معاه، هيحط الكوره لوسام ابو علي بكعب رجله، كعب عالمي. هنا حسين يعني ربنا كرمه وقطم قطم فيها وسط المدافع، يعني بص قطم المدافع قطمه، بعت المدافع خالص. وهنا بقى هنا لازم نقف يا عم حسين، طماع يا بتاع الار 2 يا اللي دايما عايز تحطها ار 2 ما بتعرفش تعملها بشكل كويس. معاك وسام ومعاك الناحيه الثانيه طاهر ومعاك واحد على 18 امام، معاك 3 لعيبه 3 على 3 3 على 3، معاك 3 لعيبه وانت الرابع بتاعهم، يعني 4 على 3 من النادي الاهلي. دي هدف 100%، لكن للاسف طمع. بص هنا زاويه فتحت خالص، طاهر لوحده تماما، وسام لو حط له الكره على الارض يعني هدف محقق 100% النادي الاهلي، ولكن حطها وحشه جدا كالعاده الار 2 اللي هو بيحاول ان هو يعملها حسين الشحات. تعالوا نروح في الدقيقه 74، انقاذ عالمي 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 من رامي ربيعه. قلنا في الشوط الاولاني كان ليهم كوره واحده وهي الكوره اللي اتعملت عند اكرم توفيق، الكره الثانيه برضه هتتعمل برضه عند اكرم توفيق، والكره الثالثه برضه بتاعتهم برضه هتتعمل عند اكرم توفيق. هنا الكوره عند اكرم، ولكن دفاع النادي الاهلي قدر ان هو يدخل في الكوره ويقطع الكوره، ولكن للاسف قطعت الكوره هنا هتيجي علينا احنا، لان يعني حاول مروان وحاول لعيبه نص الملعب انها تقطع الكوره، لعب الكوره بشكل سيء جدا لمهاجم نادي العين اللي حطها لسفيان لوحده تماما، وطلع له الناحيه الثانيه كابالوجو لبا كوجو على الست يارده، يعني هيحط الكوره هدف محقق 100%. هنا بقى يجي انقاذ العالمي رامي ربيعه، عمل انقاذ عالمي حرفيا رامي ربيعه، وقدر ان هو يوقف الكره الحمد لله بشكل ممتاز جدا جدا. كانت ممكن تبقى هدف محقق لفريق العين، والكره دي كانت في الدقيقه 74 وكانت ممكن تقلب اللقاء بشكل كبير. تعال بقى نروح للكره في الدقيقه 82، حلاوه وجمال عمرو السوليه. يا جدعان انا يعني بعشق عمرو، انا بحب عمرو السوليه ده، يعني حاجه كده من ريحه الزمن الجميل، ابو تريكه وبركات وعبد الله انا اسف كنت هقوله بس يلا ما علينا يعني، واحمد فتحي، الناس اللي كانت موجوده بقى يعني سبحان الله كلهم، يلا ما علينا يعني. في ريحه الزمن اللي الكره كانت بتطلع فيه سلسه من النادي الاهلي، نظره عين لاعب بيقدر ان هو يختصر مجهود طويل جدا جدا ويلعب الكوره
يعني في لحظه سهله جدا. هنا النادي الاهلي هيقطع الكوره، بص هنا ادي الكوره كانت موجوده مع فرقه العين، بيحاول ان هو يعمل هجمه. هنا عمرو السوليه لعيبه النادي الاهلي هتحاول انها تقطع الكوره، هتقطع الكوره. هنا عمرو السوليه، هنا عمرو السوليه. هنا ساقف قليلا، يعني اتفرج معايا الكوره دي، نظره عين عمرو السوليه، وده احنا كنا بنتكلم فيه، عينك جوه الملعب. هنا الدفاع بتاع العين متقدم بشكل كبير جدا. امام عاشور هنا منطلق من قبل نص الملعب، عمرو السوليه حط له مسطره سرعه بقى. امام بقى هنا تخلص هنا من الدفاع من بندر وراح بسرعته. امام هنا كان لازم يكتم الكوره، يعني اللي ناقص امام في الكوره دي بس ان هو مش ما يميلش للداخل، لان هو كده كده رايح هيكون مواجه للمرمى. كان لازم يكتم بس الكوره، يكتم الكوره تحت رجله. راح امام حب ان هو يبطئ عشان يعدل، مش شايف المدافع الثاني اللي بدا ان هو يلحقه وراه الناحيه الثانيه، حب يبعت اللاعب بندر، وفعلا بعت بندر وهيحط الكوره، لكن المدافع بدا ان هو يلحق امام. طبعا ما فيهاش ضربه جزاء ولا في اي حاجه خالص، وقدر ياخدها فريق العين بشكل كويس جدا. ولكن جمال وحلاوه عمرو السوليه في الكوره دي كانت جميله جدا جدا. خلينا نروح بقى لكوره بعد كده برضو كانت مهمه جدا جدا للنادي العين برضو، وخلف اكرم توفيق. هنا برضو الكره اتعملت، دي ثالث كره في اللقاء ليهم في المكان ده، يعني يعرفك ان كريسبو كان بيلعب على المكان ده فقط لا غير. هيعمل عرضيه هنا المدافع اللي كان لسه نازل باك شمال، كان لسه نازل مكان ايريك، هيعمل كره لابا كوجو اللي نزل برضو في الشوط الثاني. ودي يعني الرأسيه الوحيده اللي كانت ليهم في اللقاء، او العرضيه الصحيحه الوحيده اللي كانت ليهم في اللقاء، ولكن اتعملت. حلاوه وجمال بقى الهدف الثالث وضربه الجزاء اللي خدها وسام. هتقول لي عمر كمال اللي خدها، ما انا عارف ان عمر كمال اللي خد ضربه الجزاء، ولكن هنا بص على جمال وحلاوه وسام هيعمل ايه في الكوره، والضغط العالي بتاع وسام اللي احنا بنقول عليه من اول اللقاء. وسام هنا ضغط خلاص، المدافع سافر، المدافع يونج ده بقى هونج كونج خالص، يعني خده راح بيه هنا بقى. وسام خد الكوره وقطعها وراح لعب الكوره لعمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد لبس ضربه جزاء للمدافع حرفيا، لبس اكبر المدافع ان هو لازم يشده. اكبر يونج ده قال له تعالى يا عم يونج، انت جاي لي انت اصلا من فيلم فول الصين العظيم يونج، وراح شده وراح اجبره ان هو يجيله ضربه جزاء. ودخل قفشه بتاع السي قفشه موتني على روحي بالضحك. عمل السي مره مع الجمهور، فعجبته اللعبه وعجبته الحركه، راح بعد الماتش عملها 10 مرات مع الجمهور، 10 مرات ورا بعض. قفشه يعملها والجمهور يعيد عليه مره ثانيه، ويدخل قفشه في نص المرمى يسجل هدف للنادي الاهلي ثالث و3-0. وتعود حلويات، بص هنا في نص المرمى لقفشه، وتعود حلويات وجمال مارسيل كولر مع النادي الاهلي. كولر شكرا كل لعيبه النادي الاهلي، شكرا كل رجاله الاهلي على الشكل والجمال والحلاوه والمتعه اللي احنا شفناها. شكرا لكم، ومستنيينكم في نص نهائي كاس العالم بقى بالشكل بقى الطبيعي بتاعه. هنشوف هتلعب قدام بطل امريكا الشماليه فريق باتشيكو المكسيكي، ولا هنشوف مين اللي هيفوز في امريكا الجنوبيه، والاثنين لما يلعبوا مع بعض يطلعوا بعد كده اللي يكسب فيهم يروح يلعبني في قطر. استناه وان شاء الله باذن الله اكسبه في قطر، ثم اروح بعد كده في النهائي امام ريال مدريد. لو انت وصلت معايا اللحظه دي فانت بطل، اكيد انت هتكون بطل من الابطال، واكيد انت عاشق من عشاق النادي الاهلي. حتى لو اتفرجت على اللقاء اكيد كنت حابب ان انت تتفرج على كل كوره. وطبعا الصوره اللي ورايا والجمال اللي ورايا بتاع الكابتن محمود الخطيب وهو بيرفع الكاس مره ثانيه. اشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير. ما تنساش في البدايه وفي النهايه تكون صليت وسلمت على الرسول الكريم، تكون عملت لينا لايك، عملت لينا متابعه، شير على الفيس، لايك واشتراك في القناه على اليوتيوب. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله، والاهلي دايما منتصر ان شاء الله.